مشاهد مرعبة لألسنة اللهب وهي تلتهم مناطق في لوس أنجلوس. آلاف السكان أجبروا على إخلاء منازلهم هربا من الحرائق. اندلعت يوم الأربعاء حرائق ضخمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أسفرت عن وفاة 5 أشخاص على الأقل، وألحقت دمارا واسعا في الممتلكات. نصف كاليفورنيا تحترق. عمدة لوس أنجلوس: الوضع كارثي ولا أود الحديث أكثر، ومن يستطيع الخروج من المدينة فإني أنصحه بذلك. حرائق الغابات تهدد أكثر من 19 مليون شخص في كاليفورنيا. لمن يستفسر عن العلاقة بينهما، لوس أنجلوس هي مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن العلاقة بينهما هي أن لوس أنجلوس تعد جزءا من ولاية كاليفورنيا. احترق أكثر من 1500 مبنى، مما أجبر أكثر من 100,000 شخص على إخلاء منازلهم. حرائق لوس أنجلوس تسببت بأضرار تتراوح بين 57 و 60 مليار دولار، وتستمر الحرائق في الاشتعال في كاليفورنيا. وكان أشد هذه الحرائق تدميرا هو حريق باليساديس الذي دمر نحو 1000 مبنى وامتد على مساحة أكثر من 2000 هكتار، ولم يتسنى حتى الآن السيطرة على الحرائق. ما عسانا أن نقول سوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.